في قلب الصعيد في حتة اسمها البهنسة، ودي مدينة قديمة جدا من أيام الفتوحات، وبيسموها مدينة الشهداء. أي حد من أهل القرى اللي حواليها هيقولك إن المدافن هناك مش زي أي مدافن تانية. الجو نفسه مختلف، كأن الهوا بيتقل أول ما تدوس أول خطوة ناحية القبور دي. الليل في البهنسة ليه طعم تاني، مفيش نجوم كتير، القمر ساعات يستخبى ويسيبك في عتمة تقيلة قوي، والكلاب حوالين المدافن بتعيط وبتنبح بطريقة غريبة، مش نباح عادي، صوت أشبه بالعويل. الناس هناك متفقين على قاعدة واحدة ما بتتغيرش: ممنوع حد يدخل المدافن دي بعد المغرب. بيقولوا اللي بيقرب يدخل ما بيرجعش اصلا، يا بيرجع بعينين مش هي نفس العيون اللي دخل بيها. في ناس حكت انها سمعت اصوات قرآن خارجة من تحت الارض، غير صوت بشر، تقيل وبعيد بس بيخبط في ودانك كأنه جنبك. وفي ناس بتحلف انها شافت خيوط نور خضرة طالعة من قبر واحد بالذات، قبر محدش عارف مين مدفون فيه. وانا من النوع اللي ما بيعرفش يسيب الكلام يعدي كده وخلاص. الفضول هو اللي جرني، انا وسالم وحسن، قلنا هنروح نصور ونسجل ونتأكد هل دي خرافات ولا في فعلا سر مستخبي جوه البهنسة. الليلة دي كانت البداية لكل اللي حصل بعد كده، والليلة دي برضو هي السبب ان دلوقتي بحكي لكم القصة وقلبي بيرتجف كأني عايشها من اول وجديد. خرجنا بعد العشاء على طول وخدنا الطريق الترابي للمدافن، انا شايل كاميرا وبطارية زيادة ومسجل صغير، سالم ماسك كشاف تقيل، وحسن جايب سبحة قديمة من بيت جده. عند البوابة لقينا راجل كبير قافل الشارع بجراكن مية وقال لنا ارجعوا، محدش بيخش المكان ده. شكرنا ومشينا. اول ما عدينا العتبة حسيت بثقل كده على صدري، التراب سايب بس خطواتنا كانت بتغرس بشكل غريب، كل حجر شكله متاكل وعليه اسماء باهتة. شغلت التسجيل، اول دقيقة هدوء، وبعدين زنة بعيدة جدا كأنها نفس طويل. سالم قال اسمع، رفع الكشاف ناحية قبر منخفض وخرج من شق صغير شعاع أخضر. حسن سحب إيده وقال يلا بينا نرجع. قلت له نصور دقيقة وهنمشي. قربنا صورة على شاشة الكاميرا بدأت تعمل تشويش، خطوط تميل وتستقيم. حطيت إيدي على الشبكة الحديد، سخن فجأة كأن حد كان لسه ماسكه. من بعيد كلب وقف يتلفت حوالينه وبعدين هز ديله واختفى. سمعنا همس قرآن بحرف مكسور، الحروف طالعة ومش مكتملة. سالم نده باسمي من غير ما يبصلي، صوته كان غريب، وراي خطتين تحتنا كده والأرض اتحركت سنة كأن حد بيتألف في الناحية التانية. سحبت المسجل لودني، لمبة حمراء بتطفي وتولع، التسجيل لقط كلمة واضحة: ادخل. حسن رجع خطوتين ووقع في فجوة صغيرة. ثبت الترايبود بسرعة وجهزت الكاميرا. ظل قصير عدى، سالم همس نفتحه، قلت نعلم ونرجع دلوقتي. ثبتنا الترايبود على الأرض وإيدي كانت بترعش فوق زرار الكاميرا، اللي بيحركني انهار فجأة. وبصيت على الشاشة، السكون كان تقيل جدا، والصوت في المسجل اتحول لنغمة شبه النفس كده. سالم مد ايده ناحية الشق وحسس عليه كده، خلانا اتجمد من الخوف. وشه اتغير. قربت العدسة على فتحة القبر وظهر جواها عظم صغير مترصص حوالين حجر لامع زي الزمرد. حسن بدأ يعيط بصوت واطي وقال لي لازم نغطي الحاجة دي ونمشي، لكن الفضول شدني وفكيت الشق بإصبعين. الهوا اللي كان خارج كان هوا بارد، ريحته شبه حاجة قديمة. الشاشة على الطايع عملت خطوط طويلة والصوت اتقطع ثواني، بعدها اتسمع همس بيكرر اسمي. سالم وقف ودقات قلبه زادت ورجله كانت بترعش، ورجع يقرب ويقول لازم نرجع. فجأة حاجة مسكته من جوه، لمعت في ضوء الكشاف وهتفت بكلمة ما فهمناهاش. العين اللي في الحجر اتفتحت وبصت لنا.
حسيت ظهري بيتكسر ورجلي خرجت بخطى غريبة ناحية القبر. حاولت أصرخ لكن صوتي كان اختفى. الشبك حواليه اتطرى وكأنه بيتنفس. ريحة الزمرد دخلت في صدري وأخدت نفس طويل. حسيت معاه إني بفقد الوعي. سالم شدني بعنف وصرخ اطلع بسرعة. وفجأة حاجة ضربت الأرض بخبطة قوية جدا. الكاميرا اترخت من ايدي والشاشة اسودت ببطء لحد ما الصمت غطى المكان كله فجأة. صحيت دلوقتي كنت قاعد على جنبي والكاميرا مقلوبة على الوش. سالم ما كانش جنبي. ناديت عليه ومحدش رد. فجأة لقيت آثار خطوات صغيرة ماشية ناحية تل التراب. مش خطوات بشرية عادية، دي أصابع ضيقة كده ومترتبة داخلة في الرمل وبتروح باتجاه حفرة ضيقة ما بين القبور. مشيت وكنت خايف جدا ومرعوب. قربت من الحفرة وسمعت صوت زي زفير جوزة معدنية كده جوه. وبعدين ضحكة طفل عالية وحادة. رجعت تاني جري وكلمت سالم. وفجأة لقيت على ايدي علامة سودة من تحت الجلد. شكلها مش جرح، زي طبع بالختم كده. فجأة الصوت في المسجل اترفع مرة واحدة. كلمة واحدة واضحة: أهات. أهات ايه؟ معرفش. رجعت ادور حوالين الحفرة تاني. لقيت قطعة من القماش مقطوعة ومعاها شبر من شعر رفيع ابيض، مش من حد مننا. حسن صرخ وقال بص بسرعة. وراني. لقيت باب خشب قديم مطمور نصه تحت الرمل وفي درج واطي بينزل لتحت. من تحت الباب كده خرجت ريحة كأنها معدن محروق. والهمس بقى أقرب بأكتر وأكتر، بينادي باسمي. رجعت وقلت في سري انا مش هخش هنا، انا هرجع. بس رجلي مشيت بدون ارادتي ناحية الفتحة. قبل ما انزل لقيت سالم واقف بعيد ووشه بقى ابيض وعينيه فاضية. بصلي بكلام مش بتاعه وقال لي بصوت هادي انت اللي هتكمل. وقفت قدام الفتحة وورايا صوت حسن بينادي ووشه واخد شكل مش مفهوم. نزلت درجة واحدة برجلي وغمضت عيني دقيقة، بس لما فتحتها لقيت درج متاكل بينزل في الضلمة. كلمت نفسي اطلع بس الصوت بعيد رن في ودني وبصوت مش بتاعي قلت كلمة لا. نزلت للتانية وبقيت اسمع حاجات بتتحرك بعيد وحاجة كده طرطشت على خشب وكأن في كفتين بيجربوا يلمسوا حون الدرج. وصلت لنهاية الدرج والقاع كان عبارة عن غرفة صغيرة مليانة تراب وحاجات متغطية. وفي النص في منصة حجرية صغيرة. فوق المنصة كان في قطعة معدنية، قطعة صغيرة. العرق نزل من وشي وابتدت الدنيا تدور حواليا. لمست القطعة دي بصباعي بسرعة. حسيت بصدمة كهربا تدب في ظهري وصوت في دماغي قال ختم. سحبت ايدي بسرعة ورجلي اتقلبت. حسيت اني بتفزع من جوه والضوء حواليا بدأ ينكمش. وفي اللحظة دي سالم بقى قدامي بصوت مجروح وبيقول لي خلصت. وبوشه، مش هو وشه. قبل ما الوعي يسيبني حسيت ايدي لسه ماسكة القطعة دي وورايا صوت خفيف بيجري على الأرض وفيه زي خشخشة أظافر. سالم قال بسرعة يلا نطلع دلوقتي، لكن رجلي كانت لسه بتتحرك بطريقتها الغريبة وما كنتش أقدر أنفذ الأمر بتاع سالم. حسيت إن في حاجة بتحاول تسحبني لبره من غير ما أتحرك بإرادتي. فجأة نطت من جنب المنصة كده حاجة بتلمع على التراب وخلت المكان كله بيبرق. وبعدها ظهرت ايد رفيعة كده سحبت قطعة صغيرة تاني من تحت الغبار. حركة دقيقة كده زي حد بياخد تمن حاجة. حسن حاول يمسكها لكنه اتدفع بعيد ووقع. سمعت كلمة واضحة واحدة بس: ختم. وواحدة تانية ارجع. سالم بص ليا بعيون فاضية وقال ما ينفعش ترجع. حسيت ان في تصور قديم جه في دماغي، صور ناس بتقف حوالينا وبتبص لينا بصدر ساكت كده. فجأة الباب الخشب اللي فتنا عليه نسمع خشخشة من فوق جاية منه، حد بيكدس الرمل من فوق. وبعدين صوت رجل بيجري فوق الرمل. أخدت نفس وحاولت أرجع خطوة لكن رجلي اتثبتت مكانها وكأن الأرض لزقت جلد رجلي. حسن كلمني بصوت مخنوق وقال لي اطلع بسرعة. قبل ما نتحرك شدة في مكان الصدر كبلتنا كلنا وبعدين الدنيا اتقلبت لون واحد وشفت نور أخضر غامق بيطلع من تحت المنصة. ووسط الضي ده كله ظهر ظل طويل واقف قدام المدخل رافع ايده كأنها بتشير لنهاية حاجة. آخر حاجة حسيتها قبل ما الكهرباء تقطع كانت كلمة واحدة جوه دماغي وهي
كمل. حسن كان لسه واقع على الأرض وبيكح تراب، وسالم واقف ثابت من غير ما يرمش، عينه بتتبع الظل اللي عند المدخل. أنا حاولت أرفع الكشاف ناحيته لكن النور اتكسر كأنه خبط في حيطة. الظل بدأ يطول أكتر لحد ما لمس السقف، والرموز اللي على الباب الخشب اتوهجت من جديد بلون أحمر غامق، وحرارة طلعت من الأرض تحتنا. حسيت إيدي اللي ماسكة الكاميرا بتترعش، وكل مرة أحاول أصور العدسة تسود من النص وتسيب بس الأطراف منورة. سالم بص ناحيته وقال بصوت مش بتاعه: الطريق مفتوح بس الدم هو المفتاح. الكلمة دي غرست في ودني زي المسمار، وحسن صرخ من الأرض: ما تسمعلوش! لكن صوته اختفى في موجة هوا بارد نزل علينا. الأرض اتشقت جنب المنصة وطلعت ريحة زي لحم محروق، ومعاها خيوط دخان كده رفيعة اتلوت حوالين رجلينا. حاولت أرجع خطوة لورا بس الأرض مسكتني تاني وكأنها بتبلعني لتحت. جواها كان في فراغ سحري اسود بيلمع، وفي خيوط دم حمرا بتتحرك ببطء. سالم مد ايده لقدام ناحية الباب وكأن في قوة بتسحبه جواه. حسن جرى نفسه بالعافية ومسك في طرف هدومه وقال بصوت بيترعش: لو دخلت مش هنرجع. وانا واقف بين الاتنين قلبي بيخبط في ضلوعي، وكل نفس بيطلع مني بيتكسر نصه في الهوا. القدم اللي كانت ماشية لوحدها وقفت فجأة قدام حافة الباب، ونور اخضر ضعيف بيتسرب من الشق تحت الخشب. حسن مزنوق وهدومه حاول يزحزحني بالعافية، وصيحته ما كانتش صوت تهديد ولا صرخة، دي كانت استجداء مرعوب: انت مش سامع؟ ارجع. ميلت وشي ناحية الفتحة وشفت حاجة ناشفة على الحافة، نقطة دم كده قديمة. حسن داس بإيده على رجلي وبيعيط، وأنا بصيت في إيده وشايل قطعة معدنية تانية لمعة، نصها متموس في الطين بس فيها شق صغير مكتوب عليه حرف قديم. لما قربتها من ضوء الكشاف الحرف ده اتوهج وطلع رنة عالية قصيرة خلت كل راسي يدق. سالم نط وقال بصوت مكسور: لازم الدم يلم القطع، لو مش كده الخيط مش هينكسر. هزيت راسي وقلت مش هعمل كده، لكن جسمي انحنى بدون إرادة. ايدي طلعت وهي ماسكة القطعة، والدنيا حواليا صمت رهيب، وفي صوت شيخ جاي من بعيد بس ما بيقولش حاجة مفهومة. حسن قال لي المرة الأخيرة: فاكر اللي حصل للولد؟ لحظة كده قربت الشق من الشق التاني، والشرارة اللي طلعت من القطعة لمحت في عيني حتة من ذكرى. صورة الواحد واقع وفي وشه سكينة وحاجة خافتة ولزجة، وحسيت بإيدي بتتفتح وتروح على خشبة، ووجهي اتلخبط ما بين رغبة إنقاذ ورغبة خوف. الكلام طالع: لازم تنزل دم. كان عندي جرح في طرف اصبعي كده وانا واقف في اول القبر. الدم نزل نقطة صغيرة على القطعة، ولما لمست المعدن ظهر خط صغير في الهوا زي خيط، والخيط اتشد، وحسيت بحاجة في رجلي بتحاول تسحبني ناحية المنصة. عرفت في اللحظة دي ان اللي بيحصل ده مش مجرد تشويش، القطع بتتجمع مع بعضها وبتتربط بحاجة. حسيت ان قلبي اتجمد. حطيت القطعة التانية جنب الاولى على المنصة، وأول ما ربطتهم ببعض انفجر صوت حد في المكان، وخيط رفيع اتشد من التكوين ودخل في تراب المنصة، وبدأت المنصة تهتز. حسن جرني وصرخ: اطلع اطلع! وأنا حاولت انسحب لكن رجلي كانت مغروسة في الرمل. وفي لحظة ظهر شق قدامي وظل اسود عميق جواه. البقعة السوداء اللي اتفتحت قدامي كانت بتبصلي كأنها عين. حسيت كأن في أشياء بتحاول تطلع من جوه. ايدي اللي كانت ماسكة القطعة اتشبتت كأنها مغناطيس، وانا بفتح عيني لقيت قدامي مناظر مطبوعة. الذكرى خبطت مني مرة في مرة، وكل مرة الشق بيشرب مني شوية، حاجة من طاقتي. ذكرى ضحكة ضيف من نومي. حسن حاول يشدني للخلف وايديه بتنزل على ركبتي في الرمل، ويصرخ باسمي بكلام متقطع: يلا بينا اجري. حسيت بعظمة اتكسرت جوه جنبي، وبعدها طعنة حارة سابت أثر. فجأة الصوت اتجمع، صوت واحد بينادي اسمي من مكان بعيد جدا، وانا ثابت في مكاني. شفت سالم بيتحرك خطوة واحدة، وبصوته الهادي اللي ما بقاش صوته قال لي كلمة واحدة بس: ادخل. الكلمة كانت قرار، والقرار اتنفذ. رجلي اتحركت لوحدها، ولقيت عتمة حواليا بتشرح. قبل ما اروح لمحت وش حسن، وشه واخد شكل حقد صامت، وعيونه بتقولي: سامحني،
اوعى تفتكر ان الجوف ده مكان فاضي، ده كان متقسم غرف صغيرة من طين وحجر، وكل غرفة فيها بقايا ناس، خيشات متقطعة، أحذية صغيرة، نصوص مكتوب على حيطان بزيوت الضوء. اللي جاي من القطع كان مرمي هناك. حسيت ان في قانون هناك، الحاجات بتاخد مقابل كل ما انت بتديها حاجة. مرة واحدة ظهرت قدامي مشهد لست من القرية كانت بتحضن طفل، وبعدين الطفل يختفي من ايديها فجأة وهي بتعيط وبتحفر على التراب اسم. قلبي اتكسر لما فهمت ان الاهالي دول كانوا ضحايا نفس الباب، وان القطعة دي مش مجرد معدن، دي مفاصل من آلة كانت بتربط عالمنا بعالم تاني. داخل الجوف ده قابلت كيان صغير، مش طول ولا وش واضح، لكن له قدرة على الكلام بدون صوت. دخل في دماغي ووراني مشهد قديم، راجل في التلة حاطط نجفة حديدية وبيقول وعد. الكيان طلب مقابل بسيط، خد من عمرك ساعة. وساعتها فهمت ان كل لحظة احنا بنقضيها هنا بتتخصم من زمننا. حاولت اصرخ من غير صوت، ووجه حسن ظهر ورايا واقف مش قادر يخلصني، وعيني فيها شرارة باردة. في لحظة القطعة نورت ضوء أخضر قوي جدا، وفتحت ممر صغير على حاجة عمقها ما يتوصفش. كان في حركة سريعة كأنها بتجر حاجة من العالم، صوت ناس بيتشد. قبل ما يقفل الطريق عليا لقطت طرف رؤية، صورة سريعة للشيخ اللي كنا رحنا له قبل كده، بيحفر علامة على صدره وبينطق كلمة لازم حد يدي. طلعت من الجوف ورجعنا للقرية، والصبح ما كانش نوره طبيعي، البيوت كانت فيها خطوط غريبة، والناس في الشوارع لونهم شاحب كده زي مرض مفاجئ. جمعنا الناس في الساحة وده كان لازم يحصل، والشيخ اللي قابلناه قبل كده جه متأخر ووشه كان فيها علامة سكينة. قال بصوت ثابت الموضوع قديم، اللي شرح لنا إن الآلة كانت متركبة عشان تحفظ أرواح من قبيلة قبل كده، وعلشان يقفلوا لازم يرجع جزء محسوب، قطعة من لحم أو فعل عظيم أو تبرع من روح. وكلامه كان واضح، حد لازم يدي حاجة ليها علاقة بيه. المجلس كان غاضب وخايف، وأنا لما بصيت في وش الشيخ حسيت إن الاختيار هيدور حواليا، والكلام دخل في قلبي لو مش أنا هتكون قرية تانية، والأطفال اللي في الشوارع مش هيعرفوا يقوموا تاني. في نص اللحظة دي قررت مش بجراءة أكتر بخوف أقدم حاجة تبقى خاصة بيا. الشيخ بصلي وبعدين مسح علامة على صدره وقال لي لو هتدي بحاجة تضرب أصلها، لازم تحدد يا وقت يا دم أو ذكر. اللي حصل بعدها ما كانش طقس مختلف، ده كان ترتيب قديم. حطوا نار صغيرة وشقوا دائرة بالملح، وفتح الشيخ كتاب قديم لصفحات محرفة، وأنا واقف وسط الدايرة والأداء قدامي. انا حكيت للشيخ ان هادي، لكن الشيخ حط ايده على صدره وقال ده كافي لو القلب مش مربوط. حطيت ايدي تحت لسانه وجبت نقطة دم، نقطة حمرا صغيرة، ولما نزلت على القطعة الصوت اتغير. مش الهمس اللي قبل كده، لا ده صوت قوي، صوت آلة بتتنفس، والقطع بدأت ترقص من مكانها، والخيط اللي ربط بيه اهتز وطلع شرار صغير. الناس صرخت لما حست ان في حاجة بتحاول تزحف من بينا، ظل طويل كده حاول يدوس على الدايرة، لكن الوزير بتاع الملح كان جاهز. رجالة من اهل القرية رشوا الملح بعناية حواليا، والشيخ قال لي على كلمة هتفضل بين اللحم والغاز. لما قلتها بصوت عالي شفت الشرارة دي بترجع جوه الحفرة بشكل لولبي، والضوء اتقفل ببطء زي باب بيتقفل على مفتاح. وبعدين حصل اللي ما كنتش متوقعه، القطعة والمفصل اختفوا، لكن في عين سالم كان في حاجة رجعت. الشيخ قال بصوت يكاد يكون وداع أغلقنا الدايرة والباقي محتاج تمن. الصبح جه لكن مش نور عادي، كان لون شاحب. القطعة اختفت والباب المدفون رجع مكانه، ومفيش أثر للحفرة. والناس بدأت ترجع لحياتهم بس بشكل متقطع، وفي ناس تانية لسه بتخاف تطلع برا البيت. سالم قعد بعد كده في ظل شجرة ولونه كان مختلف، بس من برا كان في أثر. عيونه بقت أهدى، لكن ساعات بتبص ناحية المكان اللي احنا دخلناه قبل كده. سألوني بعد كده خلصت، وقفت قدامهم وبصيت في الأرض وقلت بصوت ضعيف خلصنا. وبعد أسابيع لما الليل يجي ساعات بحس إن في عين صغيرة بتبص عليا من بعيد، وكأن الباب لسه معلق في مكانه بنجمة صغيرة بتترفع فوق أول ما بتشوفني. وهنا احنا خلصنا. لو عايز تعمل لايك وتشترك في القناة ياريت تعمل لايك وتستناني في القصة الجديدة.